الأخبار الموجزة اليوم الخميس. صرحت وزارة المياه والطاقة يتم توفير المياه لإيران من نهر هلمند وفقا للاتفاقية المبرمة عام 1351 هجري شمسي. وأضافت الوزارة أن الإمارة الإسلامية ملتزمة باتفاقية منسوب المياه. صرحت وزارة الدفاع الوطني إنه تم تسليم 3573 آلية عسكرية مختلفة لإصلاحها واستخدامها من قبل كتيبة الدعم واللوجستيات التابعة لفيلق خالد بن الوليد 201 في العام الماضي. يجري تشييد مبان معيارية وقانونية في مدينة كابول. تم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات من قبل المسؤولين في جمارك ترخام وضعت في الشحنة التجارية كي تم ترسيلها إلى أفغانستان. يقول المساعد الاقتصادي لرئيس الوزراء إن إمارة أفغانستان الإسلامية تعتبر الاستثمار في قطاعات الكهرباء والتعدين والزراعة والنقل والصحة وتكنولوجيا المعلومات من أولوياتها، وقد قدمت جميع أنواع التسهيلات في هذه المجالات. طالب القائم بأعمال رئيس بنك أفغانستان مولوي هداية الله بدري المواطنين بالبيع والشراء بالعملة الأفغانية حفاظا على استقرار الأفغاني. قال مسؤول الزراعة والري والثروة الحيوانية بمقاطعة ننجرهار تم زراعة بطيخ في 2033 هكتارا من الأراضي وزادت بنسبة 10% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.